جوتيوب. لإعلاناتكم يرجى التواصل مع الفان جروب. لا والله ما حب عسكر. الرأي العام في مصر بيتشكل بالإعلام. أهلا بيكم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن السياسة الخارجية للسيسي، وشرحنا ازاي السيسي زال أوباما ومنيم أمريكا من المغرب. في الحلقة دي والحلقات اللي جاية مش بس هنشرح الأحداث اللي بتحصل خلال الأسبوع، كمان هنحاول نركز على قد ما نقدر على السياسة الداخلية للمشير السيسي. نشوف الراجل ده بيتعامل ازاي مع البيت اللي لسه ماسكه جديد، ايه اللي بيحصل منه ومن الحكومة بتاعته تجاه البلد دي. اللي بيحصل ايه من الحكومة بتاعتنا، واللي بيحصل ايه من الدولة. بحلال ليه؟ قلت لي ليه؟ عاملة زي الراجل المتعسر يخش البيت، مراته تقول له يا ابو ابراهيم يا نعم هندفع مصاريف يقول لها طبعا المصاريف العيال بكره حاضر. يا ابو ابراهيم عايز ايه؟ البنت عايزه طبعا هجهزها احسن جهاز، وابو ابراهيم مفشوخ. لا معلش يا عمر، ابو ابراهيم هو اللي غلطان. يعني انت نفسك عارف ان ابو ابراهيم مقصر مع ام ابراهيم. الراجل من الاول قال انا عارف انا بعمل ايه. انا عارف انا بعمل ايه. الراجل من الاول قال انا راجل كنت ماسك مؤسسة كبيرة زي القوات المسلحة. انا بقولش اي كلام، خلي بالك بس. انا كنت قائد عام بدير مؤسسة عملاقة. الراجل قبل ما يتقدم لام ابراهيم كان مقدم برنامج فيه حلول لكل المشاكل اللي هتقابلها. تتصور ان مشكلة الطاقة ممكن تحل في مصر دون ان نزيد اي محطة جديدة كده. بس المشكلة بقى ان الكلام ده كان قبل ما يتجوزوا ام ابراهيم. اتجوزوا ام ابراهيم من هنا وما بقاش في كده، بقى هو اللي عامل كده. انا بتكلم على محطات الكهرباء. باختصار احنا بنتكلم في 130 مليار جنيه. أزمة الكهرباء بقت من أكتر الأزمات اللي خانقة المصريين دلوقتي، لدرجة إن إحنا بقينا بنعيش فيها كأمر واقع. إحنا كمصريين بنحب مصر وبنحب أبو إبراهيم، حبينا نشارك المصريين اللغز الحقيقي ورا قطع الكهرباء. لغز كبير أوي يا جماعة. في الفترة اللي فاتت الكهرباء بقت بتقطع أكتر ما بتيجي، وعشان كده الإعلاميين قرروا يكشفوا سر انقطاع الكهرباء. ولما سألت عمرو أديب قال يا اخوان في الفترة اللي فاتت دي قرروا يغيروا التكتيك. احنا هنيجي على اعمدة الضغط العالي بتاعت الكهرباء ونجيب شنيور ونخلخلها من تحت. الداخلية أول ما عرفت حوار الشنيور وقطع العواميد والكلام ده لمت كل الشنيورات اللي موجودة في البلد، بس الكهرباء لسه بتقطع. قلنا أكيد في لغز تاني محدش خد باله منه، أكيد في لغز تاني. ولأن الكهرباء لسه بتقطع اتضح إن في لغز تاني. ولما سألنا أحمد موسى قال أعمدة الضغط العالي هذا التنظيم الإرهابي بيعملوا إيه؟ عشان تعرف هو عايز البلد تبقى ضلمة إزاي. طيب يا أخويا ما تزعلش نفسك. بيروحوا لأعمدة وراحوا على فكرة. وماله يا أخويا؟ بيروح بياخد الصاروخ، عارفينه اللي بيقص الحديد. والله ما جيت إلا منك دلوقتي. بيقص 3 أضلاع وبيسيب ضلع الرابع. ما أبدعك. أي شوية هوا، أو لو واحد معدي جنب العمود، واحد معدي ما أروعك. مش لازم هوا، العمود ده وقع. ده ايه الفتوح ده كله؟ ده انت مهول، ربنا يزيد ويبارك. المرة دي بقى الجيش اتدخل وحل اللغز ده. عمل ايه؟ راح لم كل الصواريخ اللي موجودة في البلد وحطها فين؟ حطها في بيت ابو ابراهيم. بس برضه لقوا ان الكهرباء لسه بتقطع. قال لك اكيد في لغز تالت ورا قطع الكهرباء. واضح ان مفيش فايدة،
الإخوان برضو لسه بيقطعوا الكهرباء. يا ترى في لغز تالت؟ لما سألنا وائل الإبراشي قال جماعة الإخوان بدأت تلعب على قطع التيار الكهربائي في بعض المناطق وبعض القرى. بيعملوا ايه؟ بيجيبوا منشار وبيتم نشر الأعمدة الكهربائية في أبراج الضغط العالي من تحت بشكل مكثف، بحيث انه بعد شوية هذا البرج هيسقط من تلقاء نفسه. يعني المرة ده ابو ابراهيم نفسه مسكتش، اتدخل بنفسه وراح كلم كل النجارين اللي موجودين في السوق وقال لهم يلموا كل المناشير. قال لك يمكن يكون ده السبب الرئيسي في قطع الكهرباء، بس برضه الكهرباء فضلت تقطع. قال لك يكونش في لغز رابع. تقريبا كده الموضوع طلع أكبر من عمرو أديب وأحمد موسى وائل الإبراشي. محدش هيجيب سر انقطاع الكهرباء غير محمد الغيطي اللي جاب سر الأسطول الأمريكي منذ ايام، وبدأ تكنيك الجماعة الارهابية يتجه الى ايه؟ المحولات الكهربائية. عملوها ازاي بقى؟ ثبتت العناصر الارهابية انبوبتي بوتاجاز في زاوية برج الضغط العالي، واشعلوا اطارات السيارات تحت الانبوبتين فانفجرتا، وقطعوا قواعد البرج بالليزر. يعني جابوا انابيب بوتاجاز وليزر وولعوا كاوتشات. احنا زهقنا الغاز يا جماعه. هو الراجل يعني اللي وزع عليكم السكريبت بتاع الاخوان ده ما قالكوش اي سبب مقنع كده تشرحوه للناس؟ احنا في الكهرباء او في البترول بنمر الايام دي بالذات في فترة صيانات كبيرة جدا بتشمل المحطات. ايه يا عم انت، وقود ايه وطاقة ايه اللي انت بتتكلم فيهم دول؟ ايه يا لميس، انت سايب الراجل كده يخرف؟ غشاشيه كده ولا قول اي حاجة من السكريبت اللي معاكي. واحيانا طبعا بتحصل اعطال في بعض المحطات، او الاخوان بيقطعوا الخط العالي اللي هو شبكات الخط العالي. ايوه كده، ما تتوهناش بقى، خلينا ماشيين على السكريبت اللي مكتوب بالظبط. وانت يا معلم يعني اعتقد لميس قالت لك الحل اللغز اهو، يلا بقى دوس بقى. او الاخوان بيقطعوا الخط العالي اللي هو شبكات الخط العالي. مين يا فندم؟ الاخوان وقطع شبكات الخط العالي. يعني انا حتى الان لا يوجد اي حوادث مثل هذا النوع. بتحط نفسك في مواقف بايخة. ايه ده؟ يعني عمرو اديب والغيطي ووائل الابواشي واحمد موسى وكل الناس دي كلها كانت عماله تجيب وتودي فينا الفتره اللي فاتت دي كلها؟ الله، هي البلاد دي ما فيهاش مذيع محترم ولا ايه؟ أكبر وجبة من شد السكينة في تاريخ مصر على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن مشكلة أقل من ذلك ساهمت قبل نحو عام في إسقاط رئيس منتخب. نور الله أوقاتكم. ما اشعرتش والله، ما اشعرت. زمان كنت بأشعر كانت مقدمات نارية وبتاع، لكن دلوقتي الدباجة بتاعتك خلاص اتحفظت. يعني ده محمد الغيطي بقى بيشعرنا عنك. النور مقطوع، ووزير الكهرباء بيقول لنا أزمة الكهرباء هتتحل سنة 2018. افرحوا يا مصريين. بمناسبة يسري فودة والعلمانيين والليبراليين، الفصيل ده أكتر فصيل صعبان عليا. حياته بقت كيوت خالص، بقى ماشي على كيف النظام اللي هو بيعرضه. عندك بلال فضل مثلا بعد 30 يونيو أبو إبراهيم قال له ولا اقعد في بيتكم يالا، قاعد يعني في بيتهم سكتم بكتم. شوية وجه قال له بقول لك إيه، اشتغل. فكتب له كده كم مقال، لا مناضل يالا. اشوفكم بقى بعد الفاصل عشان نناقش مع بعض الحلول العلمية لانقطاع أزمة الكهرباء في مصر. نشرة أخبار جوتيوب. مساء الخير.
الوطن تكشف بالمستندات، وزير الكهرباء والإخوان إيد واحدة. وقعوا ببعض. محلب لجريدة الفجر، نور عقول المصريين يهزم أزمة الكهرباء. أحيه. نهال عنبر لجريدة الدستور، خطاب السيسي عن أزمة الكهرباء يعكس ذكائه ووطنيته وحبه للمصريين. إيه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. وزير الكهرباء عن رفع الاستهلاك للمصري اليوم، الفاتورة بتمن كوباية الشاي وكفاية دلع. يا الكلمة قبل ما تقولها. الوطن، مصر قادرة على تصدير الكهرباء لأوروبا ب27 مليار يورو سنويا. والمصحف مناراضل. أبو إبراهيم بمعاونة المخبرين بتوعه قدروا يلاقوا اللغز وراء قطع الكهرباء. المشكلة هنا مش في اللغز، المشكلة في إنك تلاقي حل للغز ده. عشان كده إحنا في البلد دي كلنا مصريين أسرة واحدة بتربطنا سكينة كهرباء واحدة. فياريت يا جماعة اللي عنده حل ما يستخسروش في مصر. لما تلاقوا نفسكم فشلتوا في توفير الكهرباء للمواطنين، ليه ما تسيبوش اماكنكم وتمشوا؟ انا اعتقد انه اي مسؤول يفشل في حل مشكلة حياتية مهمة زي الكهرباء او المية لازم يمشي. اللي يفشل يمشي يا دكتور اللي يفشل يمشي. معلش يا جماعه احنا اسفين، بس الفيديو ده جه غلطه كده، مش بتاع دلوقتي خالص. ده فيرجن مرسي، يعني فيرجن مرسي اللي كان بيفشل بيمشي، لكن دلوقتي احنا في فيرجن السيسي. الفيرجن السيسي لا، في حلول علميه وسهله جدا على فكره. يا عمي طيب انت قاعد تزعق للسيسي ليه؟ انت صارف على البيت. هات لي البيت ده جنريتور ب100,000 جنيه، ب200,000 جنيه، واقعد ولع نور وما تقرفناش. ما تقرفناش يا اخي. ايه يعني 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه؟ هي دي فلوس دي بالنسبه للمواطن البسيط؟ يعني افرض يا عم ان في مواطن ما معهوش، يبقى اكيد العيب فيه. انت لو دورت هتلاقي المواطن ده بيعمل حاجه بتكلفه فلوس كتير وبتسحب الكهرباء كلها. طب ايه اللي بقى اللي رفع الكهرباء للرقم ده؟ طيب عندك كام تكييف بقى؟ ما عنديش ولا تكييف يا استاذ محمود. طيب وعلى اساس ايه؟ عندك كام تلاجة بقى؟ عندك مش هتقول بتيجي امتى؟ بتكوي انت الهدوم في البيت ولا ايه؟ طبعا انا بكوي هدومي في بيتي. طب ما المكوة دي بتاخد في الكهرباء جامدة، خلي بالك. شفت؟ العيب طلع منك اهو. هو انت يعني عشان فقير وبتعرف تجيب مكوة يعني هتسحب الكهرباء كلها وكمان تقرفنا شكاوي؟ معانا اتصال تليفوني؟ الو؟ ايوه يا استاذ جو. ايوه معاك، اتفضلي. فاتورة الكهرباء عالية يا استاذ جو. اكيد عندك تكييف. ما عندناش تكييفات. طب عندك كام تلاجة؟ هي تلاجة واحدة وبايظة. طيب بتكوي هدومك فين؟ عند المكواجي. ايه ده؟ طب عندك شاحن نوكيا رفيع؟ ما عنديش موبايل يا استاذ جو. عندك طشت غسيل؟ طبعا عندي. طيب ما الطشت برضه يا هانم اكيد بياخد كهرباء كتير. بص يا هانم، اللي مش عاجبه موضوع قطع الكهرباء ده مفيش قدامه غير حل من اتنين. بس انا عمرو اديب بقول لحضراتكم ان مشكلة الكهرباء موجودة حتى عام 17-18. عايز تقعد معانا لغاية 17-18 اهلا وسهلا. عايز تسافر في بلد فيها كهرباء وتنبسط اهلا وسهلا. بص يا عمرو، هي لو على الهجرة كان زمان البلد كلها طفشت والمشكلة اتحلت، بس الهجرة عمرها ما كانت حل. حقيقي يا عمرو، حقيقي في ناس كتير قوي مش عاجبها الكلام ده. او لو انت مش عاجبك الكلام ده بعد 4 سنين شيل السيسي. ايه ده مش نقطة. يعني انت لو شايف في ال3-4 سنين ديت ما حصلش انجاز عبقري، تعالى في الانتخابات الجايه زي اي دوله ديمقراطيه. طب يا جماعه احمدوا ربنا ان احنا في دوله ديمقراطيه. الدوله الديمقراطيه الرئيس ياخد فرصته 4 سنين ما ينقصوش يوم.
يحقق بقى انجاز ما يحققش، ينجح يفشل، المهم انه ياخد فرصته 4 سنين. يعني بالك انت لو ما كناش دولة ديمقراطية كان زمان الجيش شال السيسي. يلا الحمد لله. اشوفكم الحلقة الجاية. قبل ما الكهرباء ما تقطع اتفرج على الحلقة اللي فاتت، اشترك معانا في قناتنا، تواصل معانا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة رابطها تحت الفيديو، واعمل شير للحلقة. سلامات.